فاسمحوا لي أن أقرأ على حضراتكم بيان علماء الأمة الإسلامية في نصرة الشعب السوري. الحمد لله العلي القدير القائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة القائل فيما رواه أبو داود عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما: ما من امرئ يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وبعد، فلا يخفى على الأمة خاصتها وعامتها بل على عموم الناس ما يقوم به النظام الطائفي بالشعب السوري من المصائب العظام والجرائم الجسام، والذي لا يزال يعيش حتى هذه اللحظة فظائع القتل والتعذيب والاعتقال والحصار والتهجير، والتي لم تستثن شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا وليدا، فضلا عن الشباب والرجال. ولقد تداعى على هذه الجرائم والفظائع إلى جانب النظام الطائفي شبيحته ومن على شاكلتهم من حلفائهم في إيران والعراق وحزب الله وغيرهم من الروافض والباطنية، وكذلك من بعض الدول كروسيا والصين، إذ وقفوا مساندين وداعمين لجرائم النظام الطائفي بكل وقاحة، وقاموا بدعمه ومناصرته بأرتال المرتزقة وترسانة الأسلحة وكل أنواع الدعم المادي والإعلامي والسياسي والمعنوي في مشهد قبيح من الطائفية العدوانية المقيتة. كل ذلك يحدث في ظل تواطؤ بعض الدول الغربية وحلفائهم من دول المنطقة، ومن أجل الحفاظ على كيان الأمة وأمنها واستقرارها وإنقاذ بلاد الشام من هذه الجرائم البشعة وما يخطط لأهلها من القتل والتهجير والتشريد ولأرضهم من التدمير والتمزيق والتقسيم، تداعى علماء الأمة من جميع الأقطار وتدارسوا هذه النازلة وبينوا ما يلي: أولا، وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا. وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة وما من شأنه إنقاذ الشعب السوري من قبضة القتل والإجرام للنظام الطائفي، ووجوب العمل على وحدة المسلمين عموما في مواجهة هذه الجرائم واتخاذ الموقف الحازم الذي ينقذ الأمة وتبرأ به أمام الله الذمة، كل حسب استطاعته. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآية. ثانيا، اعتبار ما يجري في أرض الشام من عدوان سافر من النظام الإيراني وحزب الله وحلفائهم الطائفيين، اعتبار ما يجري في أرض الشام من عدوان سافر من النظام الإيراني وحزب الله وحلفائهم الطائفيين على أهلنا في سوريا يعد حربا معلنة على الإسلام والمسلمين عامة. ثالثا،
ترك الفرقة والاختلاف والتنازع بين المسلمين عموما وبين الثوار والمجاهدين في سوريا خصوصا، وضرورة رجوعهم جميعا عند التنازع إلى الكتاب والسنة والتسليم لحكمهما، وتغليب جانب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والحرص على الألفة والاتفاق وتوحيد الجهود نحو العدو، وحفظ القوة والغلبة والبعد عن الفشل بترك التفرق والاختلاف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. رابعا، يطالب المؤتمرون من العلماء حكومات الغرب والمسلمين ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف الموقف الحازم ضد النظام الطائفي المجرم، وسرعة إغاثة الشعب السوري وثواره بكل ما يحتاجون إليه من عتاد وسلاح لصد عدوان النظام الظالم وحلفائه ووقفه، وقطع التعامل مع الدول المساندة له كروسيا والصين وإيران وغيرها، وقبول تمثيل سفراء للثوار السوريين والشعب السوري. خامسا، دعوة الشعوب الإسلامية إلى مقاطعة البضائع والشركات والمصالح الإيرانية انتصارا لدماء الشعب السوري المظلوم. سادسا، دعوة قادة الفكر والرأي والسياسة والمؤسسات الإعلامية والأدبية إلى تبني القضية السورية على الأصعدة كافة، وتعريف المسلمين بحقيقة ما يجري وما يتعرض له الشعب السوري من القهر والعذاب والنكال والقتل والتشريد. سابعا، تذكير أفراد الجيش السوري بحرمة دماء الأبرياء وعدم الركون إلى الظلمة والمجرمين، وأن عليهم وجوبا الانسحاب من جهات القتال ضد الشعب السوري والانضمام للقتال في صفوف شعبهم ضد النظام الطائفي المجرم. ثامنا، تذكير مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة بمسؤولياتهم الدولية والإنسانية بإدانة وتجريم وإيقاف ما يحدث في سوريا، وبيان أن عدم مؤاخذة النظام الطائفي بجرائمه والسعي في محاكمته ومحاكمة حلفائه من حزب الله والنظام الإيراني وغيرهم يجعل قيم وقوانين تلك الهيئات في نظر عموم المسلمين ذات مكاييل متعددة بحسب ما تقتضيه مصالح الدول الكبرى، لا بما تقتضيه العدالة الإنسانية ومصالح وحقوق الإنسان. تاسعا، استنكار تصنيف واتهام بعض فصائل الثورة الإسلامية بالإرهاب في الوقت الذي يغض الطرف فيه عن الجرائم الإنسانية للنظام السوري وحلفائه. عاشرا، السعي الحثيث من كل منظمات ومؤسسات العمل الخيري والإنساني لنجدة وإغاثة المنكوبين واللاجئين والمشردين السوريين عن ديارهم وأوطانهم، وتقديم المال والعلاج والغذاء وما يكفل لهم العيش والحياة بكرامة. وأخيرا، تشكيل لجنة خاصة منبثقة من هذا المؤتمر لزيارة قيادات الدول والعمل على متابعة مقررات وتوصيات المؤتمر والسعي في تحقيقها. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علماء الأمة الإسلامية الروابط والهيئات العلمية المشتركة، صادر بالقاهرة في يوم الخميس 4 من شعبان لعام 1434 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله.